عارف اكتر موقف كسرك في حياتك؟ البني ادم اللي وجعك، والبني ادم اللي تخلى عنك، والبني ادم اللي خلاك تقلل ثقتك بنفسك. ده مش عدوك. ايوه والله زي ما انت سمعت، ده مش عدوك، ده يا ابني مدرسك اللي علمك انك ما تتكسرش وما تتوجعش تاني. والمفروض اصلا ان انت تشكره على اللي عمله فيك، لان الوجع اللي اتوجعته في حياتك هو اللي علمك ما تتوجعش، والكسره اللي انت خلتك تقفل على نفسك باب الاوضه وتعيط هي اللي خلتك تبقى جامد في عز المحن اللي انت بتمر بيها، وضيقه الفلوس اللي انت بتمر بيها هي اللي خلتك تدور على مصدر دخل يبقى معاك فلوس. فاوعى يا ابني تقعد مع نفسك وتتمنى من ربنا انه ينسيك الوجع اللي في حياتك. ده تاريخك، تاريخ تفتخر بيه، تاريخ تقول الحاجات دي هي اللي علمتني، اللي وجعني كان مدرس ليا علمني ابقى جامد، والموقف اللي تعبني هو اللي خلاني صلب طول النهارده قدام الناس، وقت المحنه اللي انا مريت بيها هو اللي خلاني اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيتدخل كل حاجه بتتحل. عشان كده اوعى تهرب من ماضيك، واوعى تهرب من اوجاعك، وبص لاوجاعك كل لحظه واحمد ربنا ان الاوجاع دي بقت في حياتك لانها علمتك انك ما تتكسرش تاني. اوعى يا ابني تهرب من ماضيك لان هو اللي اول.